أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسجل أحسن قصة في العالم، قصة يوسف عليه السلام، لأنها أعظم قصة في التاريخ. نحن نقص عليك أحسن القصص، هي قصة يوسف عليه السلام. وهذا الفريق الرائع إن شاء الله نقدم أروع قصة في التاريخ، قصة يوسف النبي الصالح. أعظم مشهد وهو في الزنزانة، يوسف عليه السلام يقول: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار، بل الله الواحد القهار. وهو في السجن خلف القضبان يقول: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، بل الله الواحد القهار. يعقوب عليه السلام ساجدا وهو أعمى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فيناديه الله: عزتي وجلالي لو أن يوسف ميتا لحيت لك. لأنها من عند الله الذي قصر سبحانه وتعالى. الآن لنا نستغني بقصر القرآن عن الروايات الكاذبة الخادعة، التي من الروايات الأرضية الإنسانية البشرية كاذبة خادعة في الغالب، لكن الله عز وجل يقص علينا وهو أصدق القائلين سبحانه: ومن أحسن من الله حديثا. قصة يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الصبر الجميل الذي لا أجمل منه، وهو عدم الشكوى وعدم العتاب وتفيض الأمر. رسائل إن شاء الله من قصة يوسف، أحسن قصة في العالم، رسائل في التوحيد والعدل والسلام والعفو والمحبة والإنصاف. الجمال شطر الحسن، يقول جميل، يقول المتنبي: جميل كأن الحسن كان يحبه فآثره، أو جار في الحسن قاسمه. سبحان الله، الصورة الحسنة. إخوانه هذا الإقبال من الأب، وهذا أمر تربوي يوقف معه، أن يوقف معه. واستفاد العلماء أن عليك أن تعدل. لما شب هذا رأى رؤيا، وكان أبوه عليه السلام يعقوب يمنعه أن يقص الرؤيا التي هي مشهودة